كل ما ابدا تدريب جديد اقعد مع مدير كبير في استشاره، بلاقي الناس بتسال نفس السؤال بطرق مختلفه. السؤال بيقول: ازاي نخلي الناس تشتغل بحماس من غير ما نراقبهم؟ وانا دايما برد عليهم بنفس الجمله: يا جماعه جربوا تسيبوا الناس تشتغل الاول، يمكن تكتشفوا ان انتوا سبب فقدان الحماس اللي جالهم ده. في مانجرز كتيره فاكرين ان هم بيحفزوا الفرق، بس الحقيقه ان هم بيمصوا طاقتهم كل 5 دقايق. ها، وصلتوا لفين؟ عملتوا ايه؟ ليه اتاخرتوا؟ يا جماعه، لو متابعه كتير كانت انجاز، كان وقتها عيننا المنبه انجح مدير في العالم مثلا. الاداره مش المايكرو مانجمنت. المايكرو مانجمنت ليه اوقاته، بس في العموم الاداره انك تخلق بيئه الناس فيها عايزه تثبت لك انك وثقت فيهم صح واديت لهم الادوات صح. فانت بقى بتسال كل شويه: ليه الفريق مكتئب وزعلان واوفر وبيرند وبتاع؟ جرب تسكت النهارده، يمكن تكتشف ان الانجاز الوحيد اللي انت كنت محتاجه انك تديهم هدوء. وهسالك، قول لي بصراحه، لو انت موظف واكتشفت ان مديرك خد اجازه يومين، هتحس انه مرتاح؟ او سوري، هتحس انك انت مرتاح ولا هتحس ان في حاجه ناقصاك؟ سلام.